الزمالك قدامه فرصة حلوة قوي، إن يلعب بفارق 6 بونت ويخش ال6 ماتشات اللي جايين فارق عن النادي الأهلي وعن بيراميدز ب6 بونت، وده رقم يعني يعتبر فارق كويس، مش قليل في الوقت ده. والزمالك بقى اللعيبة يعني المفروض تستغل خسارة الأهلي من طلائع الجيش 2-1. فيعني لو حققوا بطولة الدوري يبقى يعني دوري إعجازي وتاريخي مش هيتنسي بالنسبة للجمهور في ظل الظروف اللي الفريق بيمر بيها من وقف قيد و... وعدم وجود فلوس وعدم من بعض اللعيبة، وممكن معظم اللعيبة ما بتاخدش مستحقاتها. ويعني هي بتتسهل بس برضه لسه بدري. الجمهور من حقه هو اللي يفرح. اللعيبه انت لسه كلعيبه واداره لسه الزمالك ما حققش اي حاجه، انت لسه ما عملتش اي حاجه، ما خدتش اي بطوله عشان نقدر نقول اللي احنا فيه ده اعجاز. الكلام على ان لو خدنا بطوله دوري، بطوله كونفدراليه، كاس مصر طبعا الزمالك خرج منه، ففاضل بطولتين، الدوري و... والكونفدراليه. فالدوري عندك مثلا الاهلي يعني اخر مباراه كانت هزيمه، فلو انت فزت ماتش انبي هتبقى فارق ب6 بونت، ويبقى فاضل لك 6 ماتشات بس. يعني انا شايفها لسه برضو صعبه، يعني البطوله ما يعني مش في جيبك او انت خلاص ضمنتها، لان انت لسه معاك في الماتشات ال6 اللي هتلعبهم في ماتش الاهلي، وهتلاعب بيراميدز، وهتلاعب سيراميكا. فيعني فيهم 3 ماتشات صعبين جدا، بغض النظر برضو ان الفرق التانية اللي صعدت اكيد فرق، يعني المصري يعني يعني ماتشات صعبة جدا. هل الزمالك يقدر يحقق فيها العلامة الكاملة؟ يعني انا كزملكاوي بتمنى ان شاء الله ان الزمالك يقدر يحقق فيها العلامة الكاملة، ويا ريت اللعيبه تاخد كل ماتش. يعني احنا بص بتلعب ده بطوله كاس، اللي خسرت هخرج بره البطوله، لان فرصه زي دي مش هتتكرر تاني ومش هتتحقق لك تاني، ومفيش حد بصراحه متوقع. وفي ناس كتير يعني بترفع فيديوهات على الناس اللي كانت بتقول هل الزمالك يقدر يحقق حاجه، فالكل بيقول لا الزمالك السنه دي مش هيحقق حاجه. يا جماعه احنا الجمهور بنقول كده برضه، هو اللي طالع بيحلل ده ما هو من اللي شايفه وقف قيد وما فيش وجود لعيبه. على الزمالك مثلا لما تيجي تبص عنده كام لاعب، يعني هتطلع من الاجمالي بتاع اللعيب بتاع الزمالك هتطلع 5 6 اللي حلوين. بقيه اللعيبه يعني شباب صغير، وفي برضو اللي مستواه ضعيف مش قوي ان هو يقدر يلعب مع الزمالك ويكمل ان هو يحقق بطولات. فالزمالك برضو اللي هو فيه ده طفره والمنافس بيقع، فاحنا ممكن نستغلها، نقدر ان احنا نقدر ناخد بطوله الدوري ان شاء الله. طبعا يعني انا مستصعبها، بس الفتره اللي فاتت انتوا اللي وصلتونا لكده ان احنا ممكن الصعب ده يبقى سهل. فان شاء الله لعيبه الزمالك والاداره تخلي بالها، انتوا لسه ما عملتوش حاجه. الجمهور من حقه بيفرح في كل ماتش، الجمهور بيفرح عادي، فرقتي فازت فالجمهور بيفرح عادي، بس احنا ما حققناش حاجه، احنا لسه على البر، ما حققناش اي انجاز عشان اقدر اقول ان الزمالك اعجازي. يعني لو لا قدر الله الزمالك ما حققش اي بطوله، الماتشات اللي انا كسبتها دي مش هتذكر، ماتشات اتحطت ان انا فزت وخلاص لكن ما حققش اي بطوله. انما لما اقول انا حققت بطوله وجيت في اخر بطوله الدوري محقق مثلا 20 ماتش فوز وخدت الدوري بسبب ال 20، يعني هتبقى حاجه تاريخيه وحاجه تحسب للعيبه وللاداره انما الجمهور كده كده الجمهور من حقه بيفرح في كل ماتش الفريق بيفوز فيه، الجمهور بيفرح عادي وده طبيعي، ان انا فرقتي فازت بفرح. فبالتالي ان شاء الله اللعيبه لازم تبقى رجاله وقد المسؤوليه وتفرح الجمهور. الجمهور ليه عامل رئيسي جدا جدا، بيديك دفعه على قد امكانيات الفريق، بيديك دفعه يقول لك لا انت عندك احسن من كده، وهو اللي بيديك دفعه. انما انت من غير الجمهور ما مش هتسوى حاجه، يعني هتلاقي نفسك الفرقه فاضيه،
انما الجمهور بيبقى اللاعب الاول، وهو الداعم الوحيد للنادي الزمالك عن الاداره وعن اللعيبه، وهو اللي باقي مع النادي. فان شاء الله الزمالك يقدر يحقق بطوله الدوري، ويا ريت الكونفدراليه يا رب. يعني انا بتمنى يحقق انجازات كتير، ولان ده النادي اللي الواحد بيعشقه وبيحبه، و... وهتحسب والله ليكوا كلعيبه، هتتحط في التاريخ ليكوا الانجاز ده في ظل المشاكل ومفيش يعني فلوس. فكل ده يتحسب ليكوا وهتتحطوا في التاريخ، والجمهور مش هينساكوا ان شاء الله. وتفرحوا الجمهور، لان الجمهور فعلا يستاهل يفرح ببطوله كبيره زي الدوري او بطوله الكونفدراليه. ان شاء الله الزمالك يقدر يحققهم الاثنين.